مساء الفل عليكم يا شباب، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ كله كويس الحمد لله. والله بصوا، انا يعني عامل الفيديو ده عشان بس يعني اديكم شويه بوزيتيف انرجي شويه. يعني دايما تاكد ان ليس للانسان الا ما سعى، دي جملتي وهتفضل جملتي طول عمرها. طول ما انت يعني بتحب الناس وبتحب تخدم الناس بقلب، هتلاقي ألف ربنا هيسخر لك بدل الواحد 1000. الحمد لله. من بعد 20 يوم انا في الامارات، كنت واحد نزلت البلد ما اعرفش فيها بني ادم، بمشي على رجلي، بمشي مسافات كبيره على رجلي ما اعرفش فيها حد. بعد 20 يوم بالظبط انا بقت في ناس، يعني الحمد لله، ناس تقيله جدا، وناس يعني ناس محترمه، يعني وناس ما شاء الله، يعني ما شاء الله عليهم الله اكبر، يعني ربنا يزيدهم يعني. وبيعرضوا عليا وظايف، يعني انا اتعرض عليا ابقى مدير محلات يعني، واتعرض عليا شغلانه واثنين وثلاثه. فالحمد لله الواحد دلوقتي بقى بيختار. بس يعني عايز اوضح لكم حاجه، انا مش بختار على حسب الفلوس، يعني انا بختار على الحاجه اللي انا ممكن تخليني اكبر معاها، والحاجه اللي هي مثلا يعني اللي هي تبقى مش شغف، اللي هي تبقى حاجه انا بحبها، مش مجرد شغله ممله في مكتب من كذا لكذا وبتاع. لا، انا بحب اللي هو ابقى فري، احب اعمل كونتنت، احب اضحك، احب اهزر، احب اتكلم بجد شويه، احب اعيط شويه كده يعني. فالحمد لله ده نتيجه مش تعب الفتره دي بس. يعني انتوا في كتير، يعني انتوا كلكم تقريبا ما حدش كان يعرفني قبل ما اجي الامارات، بس ما حدش يعرف مثلا ان انا كنت بحاول اعمل محتوى من 2018. انا بحاول برضو كفيد بيه الناس، ممكن ما كانش حد بيتفرج عليه قوي، والحمد لله برضو كنت وصلت لمشاهدات زمان كتيره. بس سيبك من المشاهدات وسيبك من الكلام ده، لان كل الكلام ده ما يفرقش معايا. يكفي ان الناس دلوقتي، يعني انا بقعد مع ناس هي بقت عارفه شخصيتي، يعني احنا عارفينك، انت باين عليك، انت واحد اتنين تلاته، فانا مش محتاج اشرح، هو باين تلقائي في الفيديوهات. يعني الحمد لله، اللهم لك الحمد والف حمد وشكر ليك يا رب. فالكلام ده بقى باين تلقائي، يعني هو اللي بيجي يقعد معايا ويعرض عليك اوفر ومستني ردك انت، مش هو، مش انت اللي مستني رده، يعني مش هو اللي مستني ردك، انت هو اللي مستني ردك. المهم يعني انتوا فهمتوا المقصد. بس ده مش حكايه اللي هو الواحد وصل وتنطيط، لا، انت لسه ببدأ. بس هي الفكره، انت الواحد وراه ناس كتير، فلما بيفكر ما بيفكرش لنفسه. فدي نتيجة سعي، مش سعي ل20 يوم، يعني دي نتيجة سعي ودعاء ورضا، يعني الوالد والوالدة وحاجات كتير انت عملتها في حياتك. انا ممكن الحمد لله الواحد، يعني اللهم لك الحمد، يعني عمل خير كتير في حياته مع ناس كتير، يعني ما كنتش بستنى مقابل من حد، بس الخير اللي انا عملته في حياتي ده انا كله يعني بيجي لي دلوقتي وبشوفه بعيني. فاللهم لك الحمد والشكر، الحمد لله. وان شاء الله باذن الله اللي جاي احسن. انا قلت بس اعمل الفيديو ده لكل واحد يعني وصل لمرحله يأس، لان انا كنت نزلت البلد دي ما اعرفش فيها نفر، انا كنت هرجع تاني يوم. انا يعني جالي زي صدمه كده، وكنت متدمر نفسيا ومعنويا ولا زلت ماديا. فالحمد لله يعني، بس الحمد لله يعني الواحد دلوقتي بيفكر قدامه اوفر واثنين وثلاثه. بس يعني انت اسعى وسيب الباقي على ربنا، واعرف ان ربنا طول ما كاتب لك رزق في مكان، محدش يقدر يغير لك حاجه في الحاجه دي. يعني هو ربنا بعتك للمكان المعين للرزق الفلاني للفلان الفلاني. ف واوعى تتغر، يعني اوعى لما توصل لحاجه معينه في حياتك او تحس ان انت وصلت تفرد جناحاتك، لان زي ما انت بتطلع كده تلاقي نفسك مره واحده كده. بس يعني فالحمد لله، اللهم لك الحمد. وان شاء الله باذن الله في اخبار يعني هتبقى حلوه، وان شاء الله باذن الله انا هحاول افيدكم على قد ما اقدر، وربنا يجعلني يعني سند ليكم وانتوا سند ليا. وشكرا، وجمعه مباركه عليكم. سلام.